تفتكر مايكل جوردن اللاعب الاسطوري عمل مليار دولار من الباسكت ولا الاستثمار؟ سنه 84 دخل مايكل جوردن ملاعب الام بي اي، ومع الوقت بقى واحد من اعظم لاعبي كره الباسكت في العالم. بس ما حدش كان متخيل ان اسطورته هتعدي حدود الملعب. شاب عنده 23 سنه معهوش ولا بطوله في الام بي اي، مفيش عقود ولا حتى عقود رعايه ضخمه، بس كان عنده حلم واحد بسيط جدا: يلعب باسكت زي ما هو عايز. وسنه 85 كان عنده فرصه مفيش زيها. نايكي عرضت عليه يعمل خط سنيكرز خاص بيه. كان ممكن يكون مغامره كبيره جدا بالنسبه له، بس البراند اللي طلع باسم اير جوردن ما كانش اي سنيكر، ده بقى ايقونه ثقافيه. السنيكرز وقتها ما كانتش بس اللي بيحب الباسكت، دي بقت اسلوب حياه لكل اللي عايز يكون جزء من اسطوره مايكل جوردن. وبعد ما جوردن اعتزل ما كانش بس فاز ب6 بطولات ام بي اي، لكن عقوده مع نايكي دخلته عالم المليارات. اير جوردن كسبت مليارات على مدار السنين وحولته الاسطوره مش بس في الرياضه لكن كمان في التسويق العالمي، لدرجه انه كمان في 2010 اشترى حصه الاغلبيه في فريق شارلوت هورنتس، وبقى ليه دور كبير في كره الباسكت في كل الجوانب. مايكل جوردن مش بس لعب بكره السله، ده لعب بالمنظومه كلها على بعضها. قول لي بقى في كومنت لو عارف قصه مايكل جوردن واول تعاون ليه مع نايكي. ما تنساش بقى اللايك والفولو والشير وكل الحاجات اللي انت عارفها دي.